ورحمة الله وبركاته وحبايبنا من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لفت عمرو اشرف. بحب نشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتقف معانا، بشكركم وشكرا على كل الناس اللي متابعينا. مكملين حكايتنا عن نش الحمام مع اخونا الاستاذ احمد الروبي. يا عظام انت منورني والله حبيبي. حبيبي يا عم احمد، ومكمل الدنيا، عايزين نشوف بقى الدنيا عايزين خير والله على تعمله، واحنا يا رب بس نكون نقدر نوصل حاجه للساده المشاهدين. يعني وانا بنحب الحمام كلنا وكلنا بنتكلم لغه واحده بالظبط، هي بتجمعنا ودي الحاجه الوحيده الترفيهيه بالنسبه لنا يعني. فاحنا وقفنا يا استاذ عمرو عند الضحاوي. نش الضحاوي. نش الضحاوي طبعا دي بدايه نش الضحاوي. بتبدا بالظبط من انا حسب ما انا مثلا سستمت نفسي ان انا مثلا خلاص ابتدى الحمام يترمي عندي في شهر 7 وفي 8 بتبقى ارمي ضحاوي. في عندي خيارين برضو موضوع الاساس عندي الضحاوي، الخيارين اللي هو المرمطه جنب الضحاوي ان انا برفع ليفل الحمام برضو شويتين. بمعنى انا برمي ضحاوي الصبح برفع ليفل ازاي؟ ممكن اسيبهم بس في وجه اخر النهار اللي انا عملته الصبح هعمله تاني. مش اخر النهار ده اللي هو يعني الساعه 4 اخر النهار، في الصيف بيبقى الجو 6 واللي بيعملوا في الصيف في الصبح هيعملوا فين؟ ده بيبقى دي مرحله كده ايه، حته زياده كده، حته ايه زي ما بيقولوا مثلا ايه برايفت. بعمل حمام برايفت جنب الضحاوي، بس الاساس عندي نشف الضحاوي. وبرضه عشان خاطر انا الحمام برضه ما يتهلكش مني، وانا برضه حاسس ان جاي الحمام ببتدي ادي الحمام في المسقه عسل اسود. دي انا واخدها ادي الحمام في المسقه عسل اسود او اكتر لهم بالعسل الاسود، لان انا المجهود هيعلى. فده فيتامين طبيعي جدا وانا بديه الحمام. تمام. لما اكون انا قارص عليه في موضوع الضحاوي وبرفع لياقته برايفت بتاع اخر النهار، في نفس الوقت بتقابلني فنيات في النص. بيجي الحمام برضه بيجي عليك وقت الحمام ده بيقلش منك، بيقلع هدومه زي ما بيقولوا، بيجي عليك مثلا في شهر 11 او شهر 9 بيجي وقت بتاعه، بيجي عليك وقت الحمام بيبقى لسه صمايم. يعني هو برضه هم بيقدموا في العمر. خد بالك طول ما انت دايس على الحمام، طول ما الحمام بيتاخر شويه في الرمي. بس لو الجو حر تلاقي الحمام موصل نفسه، تلاقي الحمام بيتاخر في الرمي بس مش قوي، لان هو برضه عم بيعمل مجهود، لان الرمي ده راحه. تلاقي عندك الحمام عندك بيشنكس، تلاقي الحمام بيترمي مثلا الصبح وانت شغال تبص تلاقي الحمام مره واحده ابتدى ايه، تلاقي نفسك انت بقى اللي عليه الصمه اللي عليه، تبتدي انت بقى تقف هنا وتبتدي بقى تلغي نش بتاع الضحاوي خالص، وتحاول ان انت قدام منك خيارين. في بعض المدارس بتقفل الحمام ده تاني عشان خاطر الصمايم ما تضربش الحمام، فبعض الناس بتسيب الحمام ده ايه في هدوء تام كده، ما بيجوش عليه. تمام. يطلع بس يفتحوا كده من بيبانه ويسيبوا ايه كده زي ما العرق طالع نازل او ايه، كانوا ما خنزوش كان بيها هم ايه لحد ما شمامهم تنصف، الصمام بتاعتهم تنشف وابتدي. طبعا كل ده طبعا بيحصل في خلال مثلا من اول قلنا احنا بدينا من 4 معاك لحد 12، معاك لحد 12 بتم ضحاوي. الضحاوي ده اللي هو من الساعه كام توضيحا للمشاهدين؟ الضحاوي ده بيبقى بالظبط بدايه من الساعه 7 الصبح او 6 الصبح لحد معاك لحد 9 10، كل ده ماشي الضحاوي. العصراوي فيه نش بدايه من طبعا لو احنا فصل الشتاء بيبقى بدري قوي، يعني مثلا بيبدا في ناس بترمي الساعه 1، ده بيسمى برضه تاخد عصراوي، ناس بترمي الساعه 2:30، ناس بترمي الساعه 3:30، ده كل ده عصراوي. اخرك 3:30 4 دي انت كده بتجازف كده، مجازفه على الحمام. لكن انت ده الكلام ده فين؟ في الشتاء. لكن في الصيف الموضوع يعني ما فيش في ناس، الحمام الكبير بيبقى المفروض عند الغواي، فالصيف برضه خلقه ضيق شويه، ونسبه اللي بيعمل زي مش كتير، هو اللي بيعمل زي حتى لو كتير كلنا ايه يعني بنختبر بعض. لكن ما فيش حمام كبير بيطلع واللي بيطلع حمام كبير في الصيف اول ما بيطير ثانيا هو اللي بيزعل انه يبقى جاي على الحمام. دي برضه هنتطرق لها في حلقات برضه عمرنا بجيبك على الاصول وشويه الفنيات اللي الواحد بيبتدي بس يجمعها. ببدا بقى انا اسيب الحمام براحته وارجع لسه صمام بقى حمام وحمام بقى، يعني انا مش هينفع بطلع اعمله بالصبح واعمله، فاما اسيبهم كده هاديين واطلع مثلا ايه في ميعاد الكلفه الامهم. ومن ان الحمام برضه بيبقى سايق، برضه انا بحاول بقدر الامكان ان انا برضه ممكن في خلال الوقت ده انكشهم فزعه
هم لو قاموا مش المهم ان انا برضه بحاول ان انا يعني ابقى في السيف مود. الحمد اما كشر وضامن ان هم مش هيقوموا، اما اقفل عليهم لحد ما سموهم تنشف وابتدي بقى ايه من شهر بقى مثلا ايه معاك. هو بيقعد الموضوع ده 45 يوم لما الشمام دي الصمايم تنشف، وابتدي بقى انا ايه برضه معاك تاني. ببتدي بقى شهر 12 هو بقى بقفل السنه بقى. طبعا بقفل السنه على الضحايا. اول ما شهر 12 يخلص وابتدي سنه جديده مثلا 20 مثلا 25 في درجه من الحمد عصر. بنقل من مثلا حمام من مرحله لمرحله ثانيه. اللي هو ببتدي ارمي من هو الساعه 1 الظهر او 2 الظهر او 2 ونص بس الموضوع ده مره واحده ولا تدريجيا؟ لا هو انا ببتدي بقى. ما بص، ما الفتره اللي انا ببدا فيها انقل الحمام انا ما بجربش فيها. ليه بقى؟ لان كده الحمام سخن وكده الحمام حتى لو خد بالك برضه ملحوظه، الحمام لما بيتنقل من الضحاوي العصراوي خد بالك ما بيحسش بتغيير؟ ما بيحسش بتغيير ان دي عيال صغيره، ولو حس بتغيير مش هيعكسك كتير. هو 3 ايام بس هتلاقيه برضه ايه ما بيمشيش. تمام. بعد كده ببتدي بقى ايه خلاص يقوم فاتح هو سخن، هو متدرب، هو عارف. الحمام ده هيعمل إيه. لو 24 ساعه سايب مثلا وكل شويه يتفزعوا مثلا كده بعقل كانهم بيستريحوا شويه. بس اهم حاجه ان انا ببحث عن اللياقه بيساعدوني بسرعه في العصران. المهم ان انا ببتدي ان انا اخر ابدا واحده انهي 2 ونص 3 والعصر جدا يلا انزلوا. او مثلا يعني ايه اصل في عصراوي تاني في شكل تاني، بس انا بقول انا بحبذ ده. بنقول الاصول اللي هو البيزك البيزك الطبيعي. الله ينور عليك. ببدا بقى انا من 12 2025 لحد من 1 2025 لحد 12 2025 برمي عصراوي. كده سنتين، سنه نصها ضحاوي مثلا وسنه عصراوي. ابتدي ارمي عصراوي طول السنه دي، واحلى وقت متعه حمام فيه هي السنه دي. ان في الوقت ده غالبيه الحمام اللي بترمي عصراوي بيخرج بره منطقته وبيقابل كتير بره وبيتكعبل كتير بره. فتره اختبار واعداد عشان خاطر هيقابلوا الضلمه بقى اللي هي كاس العالم بقى، اللي هي ممكن تكون مفيش خروج بقى بره كتير، ولو في خروج بره بيبقى مثلا في مغامره وبحساب بيبقى جميل جدا. ولو انت قدرت توصل ده في غايه التماس يبقى انت كده يعني عملت نفسك صيد كبير ومزجت نفسك تمزيجه جامده جدا لما يكون حوالين منك مساعدينك. والحمام ده اللي بيعملوه في العصراوي لو قدر يعمله في الضلمه وانت وصلت بيه انت كده نجحت في الغايه. ببدا بقى من 20 5 مثلا يعني بدي مثلا لحد 12 20 25 بتكلم لحد سنه عصراوي كامله. وبعد كده بقى نتكلم فيه ان شاء الله عشان برضو الناس ما تزهقش، واحنا برضو نبقى برضو مظبطين معلوماتنا بقدر الامكان ونظام. احنا ماشيين باي ستيب معاهم عشان ما حدش يعني ايه يحس ان احنا مثلا بنسبق اوان في كلام معين عن الغيه. وبرضو وملاحظات في الغيه اما جاي اطلع ارمي نفس اللي بعمله في الضحاوي هو اللي بعمله في العصراوي، ان انا اشرق البيبان. وفي برضو ملاحظات في الغيه يعني ملاحظات فنيات وملاحظات اللي هو بقى ايه ان انا اول لما اطلع ما هرمي مثلا حمام احاول ان انا ما اقعدش ادقدق، ما احاولش ان انا تعمل اي صوت مزعج يعني. يعني ما احاولش ان انا برضو وانا مبوب الحمام ببدا خلاص احنا رصينا الرصه دي كنا بنتكلم اللي اتكلمنا عليها في بدايه تفضل الفيديو. الرصه دي لحد ما اما في الحمام يحصل له حاجه لا قدر الله مثلا مات الباب ما بيتغيرش ويفضل ما احاولش اغير باب. خد بالك برضو اصل انا برضو ما بوقفش تربيه. انت برضو معاك في سنه تربيه في عصراوي انت ممكن تربي تاني. السيستم بتاع اللي احنا عملناه في الاول تربي حمام تاني. تمام. يبقى انت هنا بقى عندك اولتين، اولها لسه ودي بتبتديها احنا لسه هندرج لها عشان برضو ان الناس ما تتوهش مننا. مش هيجي وقتها دلوقتي. فانا برضو خلال السنه دي برمي فيها عصراوي احاول ان انا ثابت في مواعيدي، احاول ان انا ما اخد بالي من موضوع المسا. تمام. اخد بالي من موضوع الكلفه عاديه جدا هي مش ولا خيشة ولا نعمه. اخد بالي من ان انا ما احاولش اعمل طارات وانا برمي، ما احاولش ان انا قاعد متفرج بتفرج على الحمام في البلكونه اخبط ارزع في الارضيه يعني قبل ما هادي. اخش هادي ما مسقش قبل الرمي. ابقى عامل حساب ان انا على طول يعني الحمام بيتمسك من بالليل ما اجيش قبلها بساعه ونص ساعه مسق. لان في بعض وده كتير مش هقولها مش هعملها مش هعتبرها يعني ان هي فرض. بعض الحمام ما بيطيرش
نسبه كبيره قوي. انا مسافه قبل النش بنص ساعه او بساعه ما بيطيرش. ليه بقى؟ في الوقت ده الحمام ممكن يخش على المسقه يرخي اعصابه ويشرب. حتى لو ما شربش هو كده كده ايه، انت تلاحظها. امم تيجي فتحت الاول تبص مش عايزه تطير، حتى بتختفي، ايه ده في ايه؟ وتفضل تخبط لهم مش عايزين يخرجوا. حتى لو خرجوا امم لانك انت عملت لهم ارتخاء في الاعصاب. ودي معلومات في بعض الغوايه كبيره جدا اتفق معاها فيها، وفي بعض الغوايه برضو قالت لك ما ينفعش تسيب فرد على عطش. لا يعني ايه، لا قال لك مش شرط انك انت لا عادي تمسك. قلت لهم لا مفيش الكلام ده، انا عن تجربتي الشخصيه تجارب ناس فطاحه في الغيه وعمالقه، لا دي ما حدش بياخد باله منها. وفي كتير قوي بيقع في الموضوع ده، يعني ينسى يلاقي بص يلاقي مسقه ناشفه، اصل غلط برضه مسقه ناشفه. يعني انت ولا تسيبها ناشفه الفرد ما يكونش شارب خالص، ولا تبقى تسيبها يعني مليانه. وميعاد لمك للحمام هو الميعاد اللي انت اتفقنا عليه. العصر الحمام بيطير ساعه ساعتين بيحط بتلمه تمام. بيكون في القشر بعدها على طول. اذان العصر هو بالنسبه لك هو ده النزول بتاعه. الفينش او فوق منه زياده نص ساعه وابتدي الم الحمام. طبعا عارف ميعاد الكلفه، احاول اخلي ميعاد الكلفه في ميعاد الايه؟ التقفيل. تمام. ده بينفعني فيما بعد في ان انا بلم الحمام بسرعه، ما باخدش وقت الحمام كلفه عليه الباب وما غيرش البيبان. الحمام يعني انا مسستم ماشي بنظام. بس. وبعد كده بقى دي برضو ملاحظات، وفي لو في ناسيين حاجه برضو ممكن نفتكرها تاني لحد بقى ما نبتدي بقى على كاس العالم بقى والضلمه نتكلم فيها في حلقتنا ان شاء الله. تمام. وبكده ممكن نكون احنا قطعنا شوط كبير في موضوع اصول النش او بدايات النش الى حد ما، يعني لحد علمي يعني، او حد اللي انا عشته. وهو كده، وهو كمان يعني المشاهدين هيشوفوا ده بنفسهم. وبعد كمان لما نتكلم في موضوع استاذ عمرو مراحل النش، نتكلم بقى في الفنيات الكبيره قوي في الشغل بقى اللي هو بقى شغل بقى غلطات بقى وازاي تحل الغلطه دي والغلطه دي حلها ازاي، والمكر ده والدهاء ده وارد، دي حرب. تمام. حرب شريفه يعني. بس ده برضو هنتكلم فيه ان شاء الله في حلقات تانيه بعد ما. تمام. المهم اللي هيخرج من السلسله دي لازم يخرج هو حريف في النش. يا عمرو احنا نتمنى ذلك يعني. ان شاء الله ان شاء الله بامر الله. شكرا لكل متابعين القناه وكل الناس اللي بتدعمنا، ونشوفكم في حلقات تانيه مع استاذ احمد الروبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.